في الفيديو ده انا هتكلم عن برنامجين هما اشهر برنامجين في عالم المونتاج اللي هما بريمير ودافينشي. انا عارف في منكم كتير ممكن يكون ما سمعش عن دافينشي، ولكن انت عندك هما 3 برامج، عندك بريمير ودافينشي وفاينل كات. ال3 برامج دول هما اكتر 3 برامج احترافيين للمونتاج. طيب خلينا نتكلم كده عن اشهر 2 وهما بريمير ودافينشي. ايه الفرق ما بين الاتنين وليه تروح لدافينشي او تروح لبريمير؟ اولا كده لو هنتكلم في نقطة السعر، فانت عندك دافينشي هو برنامج مجاني، هو برنامج انت بتقدر تحمله من موقع الشركة الرسمي ببلاش، بينما بريمير انت بتحتاج تدفع له اشتراك شهري حوالي $60، لان انت ما بتاخدوش لوحده، انت بتاخد معاه الافتر افكت وادوبي اديشن، لان بريمير لوحده ما يقدرش يغطي كل حاجه. يعني ادوبي اديشن تقدر تعالج منه الصوت، والافتر افكت عشان الفي اف اكس والانيميشن عموما اللي هتعمله جوه الفيديو. طيب يبقى دافينشي في النقطه دي هو الافضل لان هو مجاني، انت بتقدر تاخده ببلاش. هتقولي طيب انا دلوقتي بحمل بريمير وبنزله الكراك وبشغله عادي ببلاش، او انا اشتريت فلاشة من فلان الفلاني حطت عليها فوتوشوب وبريمير وكل البرامج دي ببلاش، او انت دفعت تمن الفلاشة دي فبالنسبة لك انت فاكر ان انت شاريه. ولكن اللي عايز اقوله لك ان بريمير هو اصلا البرنامج ما بيتباعش، يعني هو البرنامج انت ما تقدرش تشتريه، هو البرنامج باشتراك شهري، انت بتدفع لادوبي اشتراك شهري. وهتلاقي ان $60 دول هم اشتراك تقريبا الكرياتيف كلاود، فاللي هو كتير. انت لو حسبتها هتلاقي ان $60 يعتبروا مبلغ، خصوصا ان مفيش مبرر يخليك تشتري بريمير واخواته وانت عندك برنامج تاني مجاني. طيب بالنسبة لموضوع الكراكات، فانا هنا عندي ملاحظة صغيرة. اول حاجة ان انت يعني اللي بيعمل كراك ده او اللي هو بيسرق البرنامج هو ما بيعملوش كده، يعني هو اكيد بيبقى فيه غرض من الموضوع ده، وبنسبة 99% الكراك ده بيكون فيه فيروس، بيكون فيه رانسام وير، بيكون فيه اي حاجة من الحاجات دي. وكتير قوي بنلاقي ان الاجهزة بتاعتنا اتفيرست واحنا مش عارفين ايه السبب. هو السبب بيكون الكراكات اللي بتنزلها. دي نقطة. النقطة التانية بقى وهي نقطة اخلاقية ودينية شوية. يعني تخيل انت الشركة دي تعبت وعملت البرنامج، والمهندسين اللي شغالين في الشركة دي هم اصلا مرتبهم بياخدوه من الاشتراكات اللي انت بتدفعها. فتخيل انت الناس دي انت خدت مجهودها ببلاش، خدته سرقة. اكيد دي حاجة اخلاقيا مش تمام، وفوق ده كله دينيا حرام، لان يعني انا من وجهة نظري ان البرنامج ده سرقته زي سرقة قطع الكمبيوتر. تخيل انت مثلا دخلت محل كمبيوتر ورحت سرق رامة او سرقت شاشة، دي سرقة، دي حرام، لان الهاردوير اللي انت اشتريته وعملت الكمبيوتر بتاعك مش هيبقى ليه قيمة من غير السوفت وير. يعني تخيل ان انت كده عندك جهاز كمبيوتر وما عندكش ويندوز، هيبقى حتة حديدة مركونة. يبقى معنى كده ان اللي ادى قيمة للهاردوير ده هو السوفت وير، فالسوفت وير اهميته زي اهمية الهاردوير بالظبط. وطالما هتشتري الهاردوير يبقى المفروض تشتري السوفت وير، لان ده ما ينفعش من غير ده. فنفس الكلام في البرامج، انت لولا البرنامج بتاع بريمير او اي برنامج انت بتستخدمه، لولا انت ما كنتش عرفت تستخدم الكمبيوتر بتاعك او توظفه في الحاجة اللي انت شاريه عشانها، وبالتالي دي تعتبر سرقة. دي وجهة نظري، يعني دي وجهة نظري، انا مش شيخ، بس انا بقول لك يعني الموضوع واضح. سرقة السوفت وير هي زي سرقة الهاردوير. هتقول لي طيب انت يا عم احمد عايز تقنعني ان كل البرامج اللي انت شغال عليها هتشاريها؟ اقول لك كل البرامج اللي انا بستخدمها شاريها، وعايز اقول لكم ان انا بستخدم بريمير وبستخدم فاينل كات وبستخدم دافينشي. يعني الحاجة اللي هتاكل منها عيش او الحاجة اللي انت هتستخدمها حرام عليك ان انت تكون سرقة. طب انا ليه احط نفسي بقى في كل ده وانا عندي برنامج ببلاش؟ وبرنامج ببلاش هو فعليا فيه مميزات كتير اكتر من بريمير. يعني هو برنامج قوي كفايه ان هو يغنيك عن اي برنامج مونتاج تاني. وعايز اقولك ان الافلام اصلا اللي بتشوفها بتتعمل على دافينشي. ده ليه هنعرف كمان شويه. طيب يبقى اول نقطه اتكلمنا فيها ان دافينشي ببلاش وبريمير باشتراك شهري. تاني نقطه ان دافينشي بيتعامل مع الملفات بشكل منطقي شويه. يعني انت لما تفتح واجهه البرنامجين هتحس ان بريمير مكعبل في بعضه، هتحس ان الموضوع صعب. في دافينشي لا، كل حاجه مترصصه في مكانها، وهتلاحظ ان الموضوع منطقي شويه، وهتلاقي نفسك يعني فاهم الواجهه بتاعت المستخدم من غير ما حد يشرحها لك. يعني هتلاقي الموضوع منطقي، وهتحس ان اللي عامل البرنامج ده هو بيفكر بدماغك. تالت نقطه واللي هي تعتبر نقطه قوه فعلا لدافينشي، واللي انت حتى لو بتستخدم بريمير بتلجأ لدافينشي فيها، وهي التلوين. زمان اصلا اول ما دافينشي طلع هو كان برنامج للالوان، هو كان برنامج لتلوين الفيديو. ناس كتير بيشتغلوا المونتاج على بريمير وبعد كده يخلصوا الفيديو يحطوه على دافينشي يلونوه ويرجعوه تاني لبريمير. فالنقطة دي يتفوق فيها دافينشي يعني باكتساح. بريمير ما بيقدمش نص المميزات اللي موجودة
في التلوين في دافنشي. رابع حاجه وهي ان انت مع دافنشي انت مش محتاج تعتمد على برنامج لتعديل الصوت. دافنشي جواه في حاجه اسمها فيرلايت. الفيرلايت دي اللي هي انت بتعدل منها الصوت بالظبط كده شبه ادوبي ايديشن، ولكن ادوبي ايديشن افضل. ادوبي ايديشن فيه مميزات اكتر واقوى من الفيرلايت الموجود في دافنشي، ولكن الفيرلايت مش وحش. يعني الفيرلايت انت تقدر تعتمد عليه وتقدر تطلع منه جودة صوت محترمة جدا، وبالمناسبة شغلي كله بعمله على دافنشي. ده غير ان الفيرلايت موجود اصلا جوه البرنامج، يعني انت مجرد بتتنقل من تاب للتانية بتلاقي نفسك بتعدل الصوت، مش محتاج بقى ان انت تاخد الصوت وتوديه برنامج تاني وبعدين ترجع لبريمير، لان هو اصلا جوه البرنامج. ولكن في النقطة دي ادوبي ايديشن افضل. بس هنرجع لاول نقطة وهي ان الكلام ده مش ببلاش، يعني انت محتاج تجيب بريمير وتجيب ادوبي ايديشن وتجيب افتر افكت. نيجي للنقطه اللي بعدها وهي الفي اف اكس او الانيميشن عموما اللي انت هتحب تضيفه للفيديو. النقطه دي بريمير افضل. طيب ليه بريمير افضل؟ بريمير ابسط. بريمير بيتعامل باسلوب اللايرز زي الفوتوشوب كده بالظبط، بينما دافنشي بيتعامل باسلوب النودز. طيب عشان ما ادخلكش في تفاصيل، دافنشي في النقطه دي التعامل معاه اصعب شويه. يعني هتلاقي ان انت الحاجه اللي محتاج تعملها في خطوتين في بريمير انت في دافنشي هتعملها في 10 خطوات. ففي النقطه دي بريمير افضل، ولكن ككواليتي وكشغل انت تقدر تعمل نفس الشغل على البرنامجين، بس دافنشي هيكون معقد شويه معاك وهيكون الموضوع اصعب فيه شويه. طيب هي موجوده فين في دافنشي؟ هتلاقي في دافنشي حاجه اسمها فيوجن. فيوجن دي اللي هي اللي بنعمل منها الفي اف اكس والانيميشن اللي بتشوفه في الفيديو. النقطه اللي بعد كده واللي هي لصالح دافنشي وهو التهنيج. انت في بريمير مشهور اصلا بان انت ممكن تبقى في نص ما بتشتغل تلاقي البرنامج قفل، زي ما بيحصل معاك في الفوتوشوب. تلاقي البرنامج فجأة قفل، تلاقي الجهاز هنج، تلاقي اللي انت شغال فيه راح. دافنشي مفيش الكلام ده. هتقولي طب ايه السبب؟ هقولك بريمير بيعتمد على البروسيسور بينما دافنشي بيعتمد على كارت الشاشة. عشان كده انت الجهاز اللي معاك لو كارت الشاشة اللي فيه مش احسن حاجة او قديم شويتين هتلاقي ان دافنشي اصلا مش هيشتغل. يعني هتلاقي ان دافنشي بيطلع لك رسالة كده ان الكارت عندك فيه مشكلة او انت محتاج تحدث تعريفات كارت الشاشة. بينما في بريمير هتلاقيه كده كده بيشتغل، ولكن هيقعد يهنج منك ويقفل ويعمل حاجات غريبه. ده ليه؟ لان بريمير بيعتمد على البروسيسور بينما دافنشي بيعتمد على الفيجا او معالج الرسوميات او كارت الشاشه. النقطه اللي بعد كده وهي لصالح بريمير وهو ان انت هتعرف تتعلمه. كورسات بريمير ماليه كل حته وكورسات بريمير موجوده كتير، بينما دافنشي كورساته قليله. يعني هتلاقي بريمير ليه اكتر من كورس، ده لانه هو اقدم. بريمير اقدم من دافنشي، فهتلاقي ان انت قادر تتعلم بريمير من اكتر من مصدر، ولكن دافنشي كورساته قليله شويه. وعشان كده انا عامل كورس لدافنشي تقدر ان انت تتعلم الكورس على الموقع بتاعي. يعني تقدر ان انت تاخد الكورس ده، هتلاقي فيه لينك في الديسكريبشن تقدر ان انت تشترك في الكورس منه، تقدر ان انت تتعلم دافنشي. انا حاطط يعني ايه الموضوع ببساطه وحاطط الاساسيات بتاعه البرنامج. وعايز اقول لك برضو ان على القناه دي هبتدي انزل تريكات كده صغيره في المونتاج، فتابعها لو انت مهتم بالموضوع، هتستفيد منها ان شاء الله. فما تنساش ان انت تسأل عن الكورس، هتلاقي اللينك في الديسكريبشن، واشترك في القناة عشان اللي جاي ان شاء الله. واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.